ازيكوا يا أحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هحكي لكم حكاية حصلت لي ومش هتصدقوا اللي أنا شفته بعيني. كنت فاكرة إني بستضيف حد محتاج، بس في الآخر اكتشفت إن الطيبة ساعات بتدفعنا تمن غالي جدا. اسمعوا حكايتي للآخر، يمكن تتعلموا منها ويمكن تحذروا أكتر من اللي حواليكوا. أنا اسمي نادية، ست أرملة، عندي حوالي 40 سنة. جوزي مات من 10 سنين، وساعتها كان عندي بنتي مي، كانت لسه في تانية ابتدائي. من ساعتها وأنا كرست حياتي ليها. اشتغلت في أكتر من شغلانة، مضفة في مدرسة، سكرتيرة في عيادة، لحد ما بقى عندي دخل بسيط نعيش بيه بستر ورضا. كبرت بنتي وكنت فخورة بيها جدا، لحد ما اتجوزت وراحت تعيش في شقتها في مدينة نصر. أنا فضلت في بيتنا القديم في إمبابة. بعد ما بنتي اتجوزت حسيت بصراخ غريب، بقيت لوحدي ومفيش أصوات ولا ضحك ولا خناقات ولا طلبات. الوحدة كانت بتاكل فيا كل يوم حتة. في يوم وأنا راجعة من السوبر ماركت قابلت الست سمية اللي ساكنة فوقينا، كانت شايلة شنط كتير ومعاها ولد صغير في إعدادي اسمه سيف. الولد كان شقي قوي، بيضحك وبيهزر بس مهذب. سمية قالت لي إنها داخلة مستشفى تعمل عملية وتغيب أسبوع، ومفيش حد يرعى سيف، وسألتني لو أقدر أستضيفه عندي الفترة دي. بصراحة وافقت. قلت ما هو بيتي فاضي والولد صغير وأنا مش مشغولة بحاجة. دخل سيف عندي أول يومين كان كويس جدا، بيلعب بياكل ينام بدري بيذاكر قدامي. وأنا عشان كنت حاسة إني أم تاني بقيت أعمل له الأكل اللي بيحبه، أسأله عن دراسته، أخليه يحكي لي عن صحابه. بس بعدها بدأت أحس بحاجة مش مريحة. لقيته بيطول قوي في الحمام، بيفتح الباب من غير ما يخبط، عينيه بتزوغ ناحية حاجات مش المفروض يبصلها، وساعات كان بيقرب مني أكتر من اللازم ويضحك ضحكة مش بريئة. أنا كنت بحاول أضحك وأعدي وأقول في نفسي ده عيل صغير يمكن فهم الأمور غلط. بس اللي حصل في اليوم السادس كان نقطة فاصلة. صحيت من النوم بالليل على صوت حركة في الأوضة. لقيته واقف عند التسريحة ماسك البرفان بتاعي، وشه محمر. أول ما شافني اتلبش، وقع منه الإزازة. ساعتها انفجرت فيه. إيه اللي انت بتعمله هنا؟ انت فكرني إيه؟ هو قال لي بهدوء غريب، أنا عارف إنك لوحدك وإنك محتاجة حد يهتم بيكي، وأنا كمان محتاج حضن حقيقي. كلماته وقعت عليا كأنها طوبة في صدري. إزاي ولد في إعدادي يفكر كده؟ ولا هو مش ولد فعلا؟ ساعتها طردته من بيتي فورا. كلمت مامته وقلت لها يجي تاخده من عند الباب من غير ما اشرح حاجة. أنا كنت مصدومة. إزاي أنا اللي كنت بفتكر إن أنا أتحط في موقف بالشكل ده؟ هو ده كان تذكيره من الأول، ولا أنا اللي كنت طيبة بزيادة؟ فضلت أيام مش بنام، كل ما أقفل عينيا أفتكر الموقف. إزاي أنا وثقت في حد وسبت بابي مفتوح واللي دخل ما كنش يستاهل؟ وبعد أسبوع الست سمية كلمتني بتعتذر وبتقول إن ابنها اعترف إنه كان بيعمل تصرفات مش لائقة وإنه هيتعاقب. أنا ما همنيش العقاب، اللي همني هو إني فقدت الثقة، فقدت إحساسي بالأمان حتى جوه بيتي. وبعد الموقف ده بقيت أقفل الباب دايما، وبقيت أقرب لبنتي أكتر وقلت لها كل حاجة. ما كنتش عايزاها تعيش يوم واحد من اللي أنا عشته. أنا اتعلمت إن الطيبة مش دايما أمان، وإن مش كل اللي بيبتسم في وشك نيته صافية. خليك دايما صاحي حتى لو قلبك طيب، علشان في ناس بتستغل ضعفك وتدخل من أضعف باب جواك.